انا عايز اتخانق شويه مع جمهور ارسنال. يا ابني ما انت بتكسب في الدقيقه 96 زي اهو عادي، بتتريق عليا وبتقول على المدرب بتاعي مش عاوز ليه؟ عارف هتقولي نيوكاسل كان مطلوب منها واحد وهم اصلا كانوا ماسكين كوره وانتوا كنتوا زي الزفت. هقول لك ماشي، كرويا وتحليليا عندك حق، انما شعوريا بقى حسيت باللذه بتاعه الدقيقه 96 و97 دي. في الاخر دول ناقصين دول كاملين، انت كان ممكن تخرج تعادل عادي جدا. انت كنت الطرف الاحسن وبالتالي الكوره كافئتك، بس هل الكوره دايما بتكافئ الافضل؟ بقول لك ايه انت عملت زيي وكسبت الدقيقه الاخيره فما تتكلمش معايا تاني. اذا نقدر نقول رسميا بدل المقاول ارتيتا المشعوذ ارتيتا. وبالمناسبه اللي جايب لك الجون بتاع المكسب هو المدافع بتاعك، زي ما انا برضو المدافع بتاعي هو اللي جايب لي الجون. نقفل بقى القصه دي ونخش على الفضيحه بتاعت ليفربول. كريستال بالاس قعد بتاع 17 او 16 ماتش على التوالي ما بيخسرش في الدوري الانجليزي، بس هل ده معناه ان انا اخسر منه بنفس الطريقه اللي كنت بكسب بيها؟ للاسف انقلب السحر على الساحر لعم سلوت. وده ليه؟ عشان انت بتالف. ما قعد بره الوينجات الشمال كلها جاتبو وكيزا، وقررت انك تلعب فيرتز انفيرتد وينج اللي هو الجناح الداخلي يعني اللي بيضم لجوه مش فاتح على الخط، وخليت اكن ليفربول ميل كله ناحيه صلاح ناحيه اليمين. فبالتالي كريستال بالاس اراها وقفل عليك كل خطوطك، لا وراح عليك بمرتدات فيهم 5 هجمات قسما بالله اجوان محققه. يعني لو شفت كره العارضه بتاعت ماتيتا دي لو اتعادت مليون مره تخش جول، غير اسماعيل لاسار بقى اللي ضيع له بتاع جولين 3. ولولا اليسون انا كان زماني اقسم بالله خارج بفضيحه. هتيجي تقول لي يا عم ما انت الشوط الثاني كنت احسن وسيطرت على الكوره. هقول لك خلقت فيهم بقى كام فرصه، كوره فيرتس وشويه حنكشه لايزاك وصلاح على خفيف. معلش انا عايز اقف عند صلاح. التقييم ده يا ملك تقييم يستحي منه ديفوك اوريجي ورب الكعبه. ماشي انا متفاهم انك بتلعب مع لعيبه جديده دلوقتي، بس انت لعيب سوبر ستار يعني ما ينفعش تبقى مالكش وجود خالص كده. انا مين؟ الجمهور كله ما شافكش من ماتش باريس السنه اللي فاتت. طبعا سوري في اللفظ يعني، لا هيسيب في خالد صلاح هيطلعوا يفشخوني دلوقتي. لا يا جماعه الوحش نقول عليه وحش عادي يعني، صلاح زينا بشر يعني مش نبي. المهم سلوت يوم ما حاول يلحق نفسه نزل بجاكبو مش بكيزا، وقرر برضو ينزل كيزا في ال10 دقائق الاخيره عشان برضو كيزا يلحقه ويجيب له برضو جون التعادل، ويقول له يا عم سلوت والله انا احسن وينج شمال عندك. بس هو سلوت هولندي برضو ويحب قوي الهولنديين اللي زيه، فلا جاكبو بالنسبه له احسن من كيزا عادي جدا. المهم يعني ان بعد ما كيزا تالق كالعاده وجاب لك جون التعادل، مش نتلم بقى ونرضى بالتعادل اللي كان هيكون مش عادل برضو، لا جرافنبرج يعمل كره طويله ترتد علينا برمي التماس وتتلعب رمي التماس على دفاع الدوري بيبسي للمدارس مش دفاع ليفربول، لا عشان اللي يستلمها نيكيتيا لعيب ارسنال السابق ويجيبها جون وبشماله بالقدم الضعيف. يعني مش بعيد نلاقي اخر الموسم جماهير ارسنال بتشكر اصلا نيكيتيا اللي مشوه من عنده. خساره مقرفه ومهينه وبتكشف ان سلوت فعلا السنه دي محظوظ. فمن الاخر يا سلوت عشان تظبط الميزان فيا حبيبي لازم تستغل الصفقات الجديده احسن استغلال. فريمبونج وكيركز ما جوش، فيرتس لعب تقريبا 6 ماتشات في الدوري ما عملش فيهم مساهمه واحده، والمدافع الايطالي الصغير ليوني جاله صليبي، وايزاك لسه بيكتشف نفسه مع الفرق. الوحيد اللي لقى نفسه ايكيتيكي وطلع مجنون. فنختم بسؤال بقى، هل سلوت هيستعيد بوصلته مع ليفربول ويظبط اداء اللعيبه